بسم الله الرحمن الرحيم. يظهر أنني منذ مدة لم أمر على هذا المكان البديع في قناة الخصباء لأتابع الأضواء تحت الماء والمناظر فوق الماء. طبعا الآن بعد صلاة المغرب بعد غروب الشمس وقفت هنا أو عدت إلى مكان المعهود سابقا للتصوير. منظر بديع، منظر بديع فيه تصاوير جميلة من أشكال هندسية ومن أضواء، يعني لا أدري هل هي رباعية أم رباعية. أضواء جميلة. هذه قناة القصباء، يظهر كل شيء جميلا تحت الماء، حتى تحت الزورق، حتى تحت ذلك الزورق. لاحظوا هذا المنظر التحفة. طبعا هذا الزورق سيأتي الآن إلى المكان الذي أفضله كنت دائما للتصوير، وهو هذا المسجد جميل. لقد قرأت قصائد كثيرة من قبل أمام هذا المسجد. أعتقد إذا صغرت الصورة يتضح بشكل أفضل أعتقد. وهذا أنا عفوا حياه. إذا صغرت الصورة سوف يبدو المسجد أوضح. هذا المسجد الرائع الذي نصلي فيه أحيانا بعض الأوقات إذا كنا من هنا نمر، يعني لا بأس الصلاة في مكانك لا تذهب بعيدا. لاحظوا هذا المسجد الرائع في أضوائه هنا تحت الماء. أعتقد حد يتنفس تحت الماء يعني، وإني أتنفس فوق الماء. حياهم ما شاء الله ما شاء الله. بنرجع للصورة بشكل أصغر تتوضح، لكن جماليات الصورة المكبرة في الألوان تكون أروع. فسأعود إلى اللون المكبر، إلى اللون المكبر. لاحظوا هذه الأضواء وهذا الجسر، بس مش جسر اللوزية، هذا جسر قناة القصباء الذي يوصلك من هذا المكان، من هذا الطرف إلى الطرف الآخر. وهذا الجسر أعتقد سجلت عليه أحيانا أكثر من قصيدة. نعم، لا أنا غلطان إذا ما حبيت هالمكان. أحب. طبعا هذا هنا اتحاد كتاب الإمارات في هذا المبنى. عادة ما نحضر فيه بعض الأمسيات الشعرية والمحاضرات. مكان جميل، مكان جميل. نعود إلى ظل المسجد، الظل نوراني المسجد، وتراقص هذه الأضواء في الماء. يا عيني يا حلاوة. هذا امتداد قناة القصباء إلى هناك، إلى الجسر الآخر، إلى الجسر الثاني ثم الثالث. طبعا هناك صورت النوارس في الطرف الآخر، لأن هنا لا يأتي الأطفال، ممنوع هنا في هذا المكان إطعام النوارس. يعني أساسا هناك أمام المطاعم، يعني الناس يأكلون ثم يؤكلون، يأكلون ثم يؤكلون. اي والله اي والله. مناظر جميلة، مناظر جميلة. الله إن شاء الله يعيد السعادة إلى بلادنا العربية كلها ويرحمنا برحمته. القمر مش مبين علي إلا وورا البنايات، يعني مين ما بيحب القمر؟ أنا غنيت له كتير على الله، غنيت لقمر الليل وقمر النهار، ما خليت، ما حد يلومني. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أعود لأختم في هذه النقطة. ألعاب الأطفال طبعا، وأودع المسجد وأقول له تصبح على نور وخير وسلام وأمان. وأحييكم.